أود أن أسمع تقييمك حول بقاء فينيسيوس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية خلال 5 مباريات، وكيف تدير هذه المسألة مع فريق في طور النمو؟ مساء الخير. نحن حاليا في فترة صعبة من الموسم، ونحتاج إلى الجميع. نحتاج إلى فيني، ونحتاج إلى رودريغو، ونحتاج إلى فرانكو، وإلى إبراهيم، وإلى غونزالو. سيكون هناك وقت للجميع. الأهم أن يشعر كل لاعب بأنه مستعد ومهم، لأنهم كذلك بالفعل، وسيظلون كذلك طوال الموسم. مرحبا تشافي. لقد كانت مباراة حصلتم فيها على الكثير من الفرص في الشوط الأول، ومن المفاجئ أن الهدف الوحيد جاء من ركلة جزاء، ثم تعقدت المباراة قليلا. كيف ترى الأمر؟ هل تعتبرها فوزا عادلا ومستحقا؟ نعم، أعتقد أن المباراة كانت صعبة جدا حتى نهايتها. لقد كانت أشبه بالمباريات التقليدية في دوري الأبطال على أرضنا، حيث يمكن أن يحدث أي شيء. بدأنا بنصف ساعة أولى رائعة. أعجبني كثيرا الإيقاع الذي لعبنا به، والضغط الذي قمنا به أمام فريق يلعب بشكل جيد ويملك أساليب منظمة للغاية. الفريق كان مقتنعا بما يجب أن يفعله، واستعدنا الكثير من الكرات، وخلقنا فرصا عديدة، لكننا افتقدنا إلى استغلالها لتأكيد العمل الجيد الذي كنا نقدمه. ورغم تلقي هدف، واصل الفريق اللعب بخط جيد واستمر في القتال داخل المباراة. دخلنا الاستراحة بالتعادل 1-1، وتحدثنا في غرفة الملابس وبقينا مقتنعين بما نريده. في الشوط الثاني، الإيقاع لم يكن بنفس سرعة الشوط الأول، لكنه كان بإحساس أننا نعمل من أجل تسجيل هدف آخر. ثم جاءت لقطة البطاقة الحمراء، وبرغم أننا لعبنا بنقص عددي، لم أشعر أن الفريق استسلم أو اكتفى بالدفاع وانتظار هجمة مرتدة. بل على العكس، الفريق أراد الاستمرار في الضغط والسيطرة، وبالفعل سجلنا الهدف الثاني. ومنذ تلك اللحظة لعبنا بنضج، ولم نعاني كثيرا تقريبا، وكان فوزا مهما جدا لبدء هذه المجموعة في دوري الأبطال بشكل جيد. مرحبا تشافي. هنا أنطون ميانا مباشرة عبر إذاعة كادينا سير. هل تحدثت مع فينيسيوس قبل المباراة لتخبره أنه لن يبدأ أساسيا في أول ظهور بدوري الأبطال؟ وهل تعتقد أنه يتقبل دوره الجديد بشكل جيد؟ من الواضح أن أي محادثات خاصة تبقى في فالديبيباس أو في غرفة الملابس، وكما قلت سابقا، سيكون هناك وقت للجميع. لن يلعب أحد جميع المباريات، ولا ينبغي أن يشعر أي لاعب بالإهانة إذا لم يشارك في لقاء ما. نحن بحاجة للجميع لأن الجدول مزدحم جدا. فيني دخل بشكل جيد، رودريغو لعب دقائق مميزة، إبراهيم أيضا قدم أداء رائعا عند دخوله، وهذا هو النهج الذي نتبعه. التغييرات أحدثت تأثيرا جيدا جدا في كل المباريات، سواء في أنويتا أو ضد مايوركا أو اليوم كذلك. لذلك لا أعتقد أن الأهمية تخص فقط اللاعبين الأساسيين، فهكذا لم يعد يدار عالم كرة القدم اليوم. مرحبا مدرب. هنا ألبرتو بيريير عبر الراديو أوندا سيرو. لاحظنا أنك في ليفركوزن وكذلك هنا أكثر نشاطا على الخط من فترة لعبك كلاعب. اليوم كنت أكثر حركة حتى مقارنة بمباريات الدوري. هل السبب هو طبيعة المنافسة أم ظروف اللقاء؟ نعم، أنت محق. أنا بالفعل نشيط، أعيش المباراة بكامل تفاصيلها، أحب ما أراه وأشعر به، وأحاول مساعدة اللاعبين والفريق بما خططنا له مسبقا. الأمر ليس متعلقا بالبطولة نفسها، بل هذه طريقتي في الحياة. أتعامل مع كل مباراة كما لو كانت الأخيرة، وهذا طبعي، ليس شيئا استثنائيا. أردت أن أسألك عن التبديل الثاني. في البداية ناديت على إبراهيم ثم على فينيسيوس، وفي النهاية دخلا معا. ما الذي حدث؟ كان أمامنا نافذتان فقط لإجراء التبديلات، وكنت أعلم أن فيني سيدخل، لذلك لم أرغب في إهدار نافذة إضافية. طلبت من إبراهيم أن ينتظر قليلا حتى يسخن فيني أكثر، ثم يدخل الاثنان معا. لم أرد أن أستنفذ جميع النوافذ وأتعرض لموقف صعب لاحقا، ولهذا السبب حدث الأمر بهذا الشكل. مرحبا جافي، مساء الخير. في كأس العالم للأندية قلت إن الرهان على أردا يستحق المخاطرة، لكنه سيرتكب